السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الكرام، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعلموا واحد السنة من السنن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما خاصنا شيء نساوها، خاصنا نعملوا بها، خاصنا نطبقوها. هذه السنة تتعلق بالأضحية، وهو نوع من الإحسان الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من هذا الحديث أحباب الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الأضحية، أن لا نعنفها وأن لا نضربها، بل يجب علينا أن نتعامل معها بلطف، بنوع من اللين، من الرأفة. هذا كله من الإحسان إلى هذه الأضحية. من الإحسان كذلك أحباب الكرام من مضيوش السكين أمامها أو أمام أخواتها. من الإحسان إلى الذبيحة أو إلى هذه الأضحية من ذبحوهاش أمام أخواتها. من الإحسان إلى هذه الأضحية أن نذبحها بسرعة، وأن تكون هذا السكين هذا خاص يكون ماضي مزيان، نمضيوه مزيان باش أننا ما نعذبوهاش. وليريح أحدكم ذبيحته، وليريح أحدكم ذبيحته. من الإراحة ديال الأضحية أننا ما نعذبوهاش، نشدوها مزيان ونمسكوها مزيان ونغمضوا ليها العينين ديالها باش انها ما تشوفش هاد السكين هذا. ماشي نربطوها ونخليوها هكاك مربوطه وحنا كنمشيو وكنجيو شادين السكين في اليد ديالنا وكندوزو من قدامها. هذا ليس من الإحسان، وإنما هو من العنف تجاه هذه الأضحية. فيجب علينا أن نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الحزم وبالعمل. مش احنا عارفين هذه السنة وناسينها، لا، فيجب علينا التطبيق أحباب الكرام. فهذه وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم. والدين ديالنا ولله الحمد دين ديال الرحمة. الدين ديالنا دين ديال الرحمة، ديال المودة، ديال المعاملة الطيبة، ماشي دين ديال العنف. وإنما يحثنا على اللين وعلى الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه سنة فيجب علينا العمل بها. والله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.